في إطار استعدادات الفريق الأول بنادي روستاق لهذا الموسم، لعب مساء أمس مباراته الودية الثالثة مع نادي السويق أحد أندية الدوري المحترفين على ملعب الروستاق، وانتهت المباراة بفوز السويق بهدفين مقابل هدف. شهد الشوط الأول هجمات متبادلة من الفريقين وأداء متوسط المستوى، مع أفضلية لفريق السويق الذي تمكن من هز شباك الروستاق بهدف التقدم في الدقيقة 17. بعدها حاول الروستاق العودة للمباراة وتعديل النتيجة من خلال عدة هجمات لم يكتب لها النجاح، وضاعت عليها عدة فرص سانحة للتسجيل، والسبب كان الاستعجال وعدم التركيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم السويق بهدف نظيف. وخلال الشوط الثاني ظل الروستاق يبحث عن هدف التعادل، ولكن محاولاته تصدى لها دفاع السويق ليحد من خطورتها، وفي الدقيقة 70 تمكن السويق إضافة الهدف الثاني من هجمة مرتدة استغلها مهاجمه بشكل صحيح، وأودع الكرة في شباك حارس الروستاق، وضاعت على الروستاق عدة فرص. وفي الدقيقة 79 تمكن المحترف ماتيوس من تسجيل الهدف الأول للروستاق ويقلص الفارق، لتنتهي المباراة بفوز السويق بهدفين لهدف. وقد استطاع مدربا الفريقين من تجربة عدد من اللاعبين خلال هذه المباراة للوقوف على مستوياتهم الفنية قبل خوض غمار الاستحقاقات القادمة. كل التوفيق لفرسان القلعة العنابية في قادم المشوار. اللجنة الإعلامية بنادي الروستاق. I mean, once again.